النائب زياد العليمي سيقدم النهارده اعتذارا واضحا في جلسة اليوم، لكن لم يتحقق. مساء الخير يا استاذ اشرف. مساء النور يا استاذ محمود، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. حضرتك امبارح قلت لنا ان النائب زياد العليمي سيتقدم النهارده باعتذار، ايه اسباب عدم تقدمه؟ او والله هو الراجل يعني انا بعتبر ان هو تقدم باعتذار، ولكن اعتذار لم يقبله الساده الزملاء النواب، وان شاء الله يعني الازمه هتحل باذن الله، يعني الواحد يتعشى بانها تحل ان شاء الله. لكن ايه سبب ان هو النهارده ما قدمش اعتذاره؟ والله يعني انا يعني هو يعني بيعتبر اللي هو قدمه ده هو اعتذار، يعني هو اعتبر اللي قاله اعتذار، ولكن الزملاء ما قبلوش منه هذه الصيغه من الأسف. استاذ اشرف، هو امبارح في الجلسه يعني قال يعني انا بعتذر عما قد يكون فهم مني خطأ، والواضح ان المجلس لم يقبل ذلك، والدكتور سعد الكتاتني احاله لهيئه المكتب. لكن امبارح هو ذهب الى الشيخ محمد حسان، ويعني واضح انه رضاه، وحضرتك قلت ان انتوا قعدتوا معاه بعديها وهو قرر انه هيقدم اعتذار النهارده. يعني ايه اللي حصل النهارده بقى في ان هو ما قدمش اعتذار؟ والله يا حضرتك انا يعني انا زي ما قلت لحضرتك ان هو يعني بيعتبر اللي قاله النهارده ده اعتذار. اللي قاله امبارح بقى؟ اللي قاله النهارده. هو النهارده اتكلم تاني؟ اتكلم تاني، ايوه النهارده. قال بنفس صيغه امبارح؟ يعني صيغه مخالفه لها، ولكن برضه كانت يعني لم تقبل من الزملاء يعني. طيب هو قال صيغه للمخالفه للي انتوا اتفقتوا عليه؟ لا يعني هي صيغه يعني تعتبر مخالفه نوعا ما، لكن يعني البعض قبلها والاكثريه لم تقبلها يعني. طب طالما لم تقبل من الزملاء، الاجراء اللي جاي ايه يا استاذ اشرف؟ والله الاجراء اللي جاي يعني لسه هنجلس معاه وان شاء الله يعني انا ليا بس يعني وجهة نظر ان يعني دي مشكلة انا لا يمكن ان انا اتعرض لها على الهواء ولا في الاعلام قبل ان نقعد مع الاستاذ زياد ويبقى في مناقشة معاه، وان شاء الله نتعشى من يكون لها حل قريب باذن الله. النيابة العامة النهارده احالت بعض البلاغات ضد النائب زياد العليمي الى القضاء العسكري. هل شايف ان الموضوع هيتحل في البرلمان ولا هيسير في اتجاه القضاء؟ نأمل ان احنا نحله في البرلمان. تأمل ان نحله؟ وعندك امل قد ايه يا استاذ اشرف؟ انت دايما متفائل، عندك امل قد ايه؟ 100% ان شاء الله. يعني الامل ليه؟ ما فيش حاجه تخلينا ان احنا يعني لا نتطلع دائما الى الافضل والاحسن يعني. انت اتكلمت معاه تاني النهارده بعد الكلام اللي قاله في البرلمان؟ والله لا، صعب ان انا اتكلم معاه في يعني بكره ان شاء الله نقعد معاه هيكون انسب يعني. طيب النهارده ما كانش ينفع نقعد معاه. نشكرك الاستاذ اشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب ورئيس لجنه القيم. بعد الفاصل هنتكلم عن قانون الانتخابات وايه الحصانه اللي ممنوحه للجنه العليا للانتخابات، واللي بعض النواب بيطالبوا بتعديل الاعلان الدستوري بسببها. بعد الفاصل نلقاكم مع النائب محمد العمده وكيل اللجنه التشريعيه، والنائب حاتم عبد العظيم عضو مجلس الشعب عن حزب الحريه والعداله. نلقاكم بعد الفاصل.